يا الله قطة سوداء. عمر دير بالك، في قطة سوداء مسكونة راح تهاجم المكان وتقتحم المدينة، بدك تنتبه منها كثير كثير. تمام؟ هاي القطة السوداء كثير خطيرة وملعونة، بدك تنتبه منها. اوكي، لازم الكل يسوي لايك. انتبه منها يا عمر ودير بالك من هاي المغامرة. القطة السوداء كثير مخيفة، انتبه منها. يا جماعة أيمن اليوتيوبر بيحكي لي في قطة سوداء عملاقة ملعونة راح تهاجم المكان، يمكن تهاجم بيتي، وأنا ويوسف وعز لازم ناخذ حذرنا كثير كويس. ياه، في صوت قطة. لا تخاف يا يوسف، لا تخاف. يحكي يوسف استغرب من صوت القطة اللي سمعها. لا تخاف، لازم نطلع ونشوف شو قصة القطة هاي. بدي اطلع عليها. لا يا خالو، هاي شريرة، قطة ملعونة مسكونة وعملاقة كثير. يا جماعة أنا مستغرب، أنا وأخوي أيمن بيحكي لنا قطة عملاقة. كيف قطة عملاقة؟ القطة دايما صغيرة. يلا جاي معك. يلا خلينا نطلع نشوفها. يلا قاعدين نحاول نشوف القطة وين، ما لقيناها يا جماعة. إن شاء الله نلقاها هسه عشان يا الله شو فيه؟ ولك ليش هيك قاعدين نرج؟ ايش شو فيه ولك؟ شو اللي قاعد يصير؟ يا الله، يا وينها؟ القطة العملاقة السوداء الملعونة هي هناك. أنا فلت بسرعة. نهرب؟ يلا راح نهرب هناك. يا الله، القطة الملعونة اللي حكالنا عنها أيمن اليوتيوبر فعلا طلعت طالعة هون بالمكان اللي احنا فيه، تهاجم المدينة. شكلها أول مرة أشوف قط عملاق. بالعادة البسس كيوت كثير وصغار، بس هاي قطة ملعونة شريرة، لازم نراقبها من هناك. أنا بعرف ليش هاجمتنا خالة. ليش؟ لأنكم حاطين بالسيارة. شو حاطين؟ انتبه مع عز الدين. شوف، ايه لابوبو معاك يا عز الدين. عز الدين معاه لابوبو. وقلعت عينه. شلت عينه؟ شوفوا كيف صار شكله شرير. يوسف بيحكي لي شكله من لابوبو اجت القطة الملعونة. أنا ما بعرف، لا ما له دخل، ما بعرف. لابوبو ملعون. ممكن القطة وين راحت؟ القطة اختفت. لازم الآن أحاول أعرف وين راحت هاي القطة. بديش إياها تعمل إشي بالمكان أو تكسر السيارات أو تهاجم البيوت. لازم أمنعها من هذا الشيء، وأحاول أتصل بأي حدا يساعدني. في بسة كيوت كثير صغيرة. يا الله ما أحلاها. كيوتة مش زي القطة العملاقة اللي شفناها. معقول هاي أمها؟ شو بدك؟ لا يا خالو، ما بصير ننزل من السيارة، ما راح ننزل عشان القطة الملعونة السوداء. بس مرة. هو يا خالو القطة السوداء يمكن هسه تهاجمنا. هاي القطة الملعونة. أنا تعبانة. يا خالو ما بنقدر. أنا تعبانة. لا تبكي يا خالو، لا تبكي حبيبي، بس ما بنقدر نروح. وانت كمان بدك تروح؟ بدهم ينزلوا على القطة الصغيرة، بس أنا خايف عليهم كثير. انزلوا على القطة الصغيرة، انزلوا. شوفي يا عز، ليش ما قاعد بتحكي؟ عز الدين مالك؟ شوفي ولك شو صار؟ عز بطل يحكي. القطة وين راحت الصغيرة؟ ليش اختفت من هون؟ يا حبيبي، معقول تكون بنت القطة العملاقة؟ أنا البسة. شو؟ عز صار يطلع أصوات قطط. ولك شوفي يا القطة هاي شكلها كمان شريرة الصغيرة، شكلها بنت القطة العملاقة الملعونة. ولك شو قاعد تعمل؟ شو هذا اللي قاعد تاكل فيه؟ يا صار ياكل أخشاب. ولك حس فوت على السيارة بسرعة. القطة العملاقة. يا الله، يا
اهرب يا عز، اهرب اهرب. يا جماعة اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في قناتي وادعوا لنا. خالة وقعتني. راحت ابصر وين راحت. حتى يوسف صار يقول مياو. يوسف يا الله، شو اللي قاعد يصير معاكم يا خالو؟ لازم اخذها مع السيارة افحصهم، شكلهم ما بعرف تحولوا. يوسف وعز ما بعرف شو قصتهم، حاولت افحصهم. شو هذا صوت القطة؟ يا حرام، واقعة القطة العملاقة. هاي شكلها مسكينة مش ملعونة، القطة السوداء. يا حرام هي هناك واقعة، لازم نروح نساعدها. تعال نروح عليها، تعال نروح نساعدها. واقعة على الأرض يا حرام. أنا بحزن على القطط، بحسهم كثير كيوت. معقول تطلع هاي كيوت؟ قاعدين نقرب عليها يا جماعة، شكلها كيوت. الله يستر. هاي صغيرة. اهرب، وقفت. يا فوت على السيارة. ولد الباب السيارة مش راضي يفتح. عايز فتح. فوت بسرعة قبل لا تيجي علينا. ولد فوت. ولك انا لخبطت الابواب. تعال نهرب منها. يا السيارة قاعدة تهتز. عز الدين شو اللي قاعد يصير معانا؟ شكل هاي القطة قاعدة تهز الأرض، ولك قاعدة تهز الأرض. انتبه لا تنزل من السيارة، خليك هون. أنا بدي أسطع. وقف الاهتزاز، لا تطلع، راح تخطفك. هاي شريرة كثير. اتصل على أيمن. يا رب يرد. الو أيمن، كيفك؟ القطة الملعونة السوداء هاجمت المكان. متأكد؟ تمام، الله يطمنك. تمام. قال لي 5 دقايق وراح تروح من هون، وانا هسه راح اودي سونيك يحل الموضوع. اقول سونيك صار واصل بسرعة خيالية. سريعا جدا، لقد أخبرني أيمن اليوبر. وداك أيمن؟ نعم. اسمع، حاول اقضي لنا هاي القطة الملعونة، ان شاء الله ساعدنا. خايف كثير. أنا الآن سأرمي لها عظاما. طيب أيوة تمام. أنت تهرب للمنزل. اوكي. وتقفل باب منزلك. تمام. نعم، انتبه على نفسك أنت ويوسف وعز الدين. اوكي يا سونيك، اوكي. يجب أن تنتبه كثيرا عمر. ان شاء الله. شوفي عمر. يا